مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ اليوم بدنا نحكي عن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مولانا. بتمنى تنال إعجابكم وتدعمونا باللايك والاشتراك لحتى نستمر نقدم لكم كل جديد. بلش أحداث الحلقة بيكون في أعمال شغب كبيرة بالضيعة. الشرطة بتتدخل حتى تفض التظاهرات اللي بيأيدوه لمولانا. بيقبضوا عدد كبير من الناس وبيحطوهم بالسجن. نسوان بتكون متصرخ تشوف بكاء سلمى على جواد، وجمانة عواد يريد بالسرطان. أما شهلة بتكون تعترف بغلطها إنه حطيته لجواد كمولانا. بتشوف إنه الضيعة كلياتها تضررت بسببه. أما أنعام هون بتقرر إنها رح تغادر الضيعة بشكل نهائي. أهالي الضيعة بيلجأوا له للحاج حتى يساعد إنه يطلع لهم أولاده، بس هو ببهدلن بيقلن ليش تبعتوا لمولانا. هون بعدين بنشوف إنه العقيد كان بيضغط على سليم حتى يدفعه ليبيع الأرض ويغادر البلاد. أما جوات السجن بيتعرض منير للتعذيب بشكل كبير، والدكتورة جمانة بتحاول توصل دواء السرطان لأبوه المسجون عن طريق العقيد أنور. أما جابر يلي هو مولانا بيشوف بحلمه زلمة اختيار عم يحط بإيده حبات زيتون، وعم تشجعه حواليه جواري وبتخبره إنه الزيتون هو الحل، وبيعطيه كمان سلاح لياخد حقه ويخلص الناس. أما بنهاية الحلقة بنشوف إنه مولانا قرر إنه يتحرك، بياخد سيارة شهلة وبياخد سلاحه وبيروح بيعيط لأهل القرية للاجتماع بالساحة، وبيتجه محل منطقة الألغام اللي هي بتكون أرضه، وسط ترقب من الجميع وخوف من الشرطة.